ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا الجميل ده، هنعمل النهاردة بريقوش جميل كده يا حبايب قلبي، علشان شم النسيم بقى. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يسعدكم يا رب ويكبر خواطركم وينصركم يا رب على من يعاديكم، ويشفي مرضاكم يا رب العالمين. حبايبي وحشتوني، ربنا يسعدكم يا رب. النهارده بقى نعمل البريقوش بطريقه سهله وبسيطه، وما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك عشان نوصل لكم كل جديد. مقادير كيلو دقيق يا حبايب قلبي. هنا هنحط بقى كوبايه حليب، كوبايه ميه دافيه، وهنحط 4 معالق سكر، وشويه ملح، ومعلقه خل. كيس فانيليا عشان احنا هنحط البيض، معلقه كبيره خميره، هنا هنحط نص معلقه بيكنج باودر، نص معلقه. الميه بقى يا حبايبي تكون دافيه، مش سخنه قوي، تكون دافيه بس. نحط بقى كوبايه الميه وكوبايه الحليب. هنحط بقى ميه معانا برضو، نص كوبايه ميه، نشوف بقى هي هتحتاج معانا ميه ولا لا. وهنا هنحط بطيخ، نحط بيضه واشيل بس الصفار عشان اعمل بو وش المعجنات بتاعتنا، يعني ادين بو الوش. هنحط نص كوبايه سمنه على 4 معالق زيت، نص كوبايه سمنه على 4 معالق زيت يا حبايبي. هندخل بقى الدقيق بتاعنا. لو بقى ما الكيلو عندك ما انتش جايبه الكيلو يعني كده متعاير كده في الكيس زي ده، هتعايري 7 كوبايات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركة الحبيب النبي، يا بركة الحبيب النبي، اللهم صل على رسول الله.
حبايبي السمنة بتاعتنا هننزلها بقى ايه، حط عليها معلقتين زيت، لا يا رب 4 معالق زيت. شايفين يا حبايب قلبي، اول ما تحط عليها السمنة سبت العجينة استريحت بس 5 دقايق ورجعت لها تاني عشان تنعم كده معاك وتبقى حلوة. شايفين يا حبايب قلبي العجينة بقت ناعمة وجميلة زي العسل. احط لها بقى شوية زيت كده في الأرضية. نغطي عليها بقى ونسيبها في مكان دافي لغاية ما تخمر. كده يا حبايبي العجينة بتاعتنا خمرت. بسم الله ما شاء الله. هنا يا حبايبي هندهن بقى الصينية سمنة أو زيت وهنشكل بقى ايه المعجنات بتاعتنا. دي الصينية بقى يا حبايبي اللي احنا هنحط فيها. هنا يا حبايب قلبي هنعمل الشكل ده سهل جدا اهوت. نجيب دي بنلفها بس كده ونقوم عاملين مطلعين دي كده. اهي يا حبايب قلبي كده يا حبايب قلبي. دي البركة بقى اللي احنا عملناها مع كل الاشكال اللي احنا عملناها يا حبايب قلبي. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك عشان يوصلوا لكم الجديد يا حبايب قلبي بنعمله. شايفين بسم الله ما شاء الله الكيلو دقيق طلع ايه صينية. حط سمسم بقى وحبة البركة. شايفين يا حبايبي المعجنات بتاعتنا في الفرنيات كل شويه تلف الصينيه علشان تبقى كلها لون موحد كده متبقاش ايه لون واحد. بسم الله ما شاء الله زي العسل يا حبايبي. ربنا يسعدكم يا رب ويكبر خاطركم. ما تنسوناش بقى كلامكم الحلو وتفاعلكم معايا. ربنا يسعدكم يا رب. كده يا حبايب قلبي نطلع المعجنات كده ايه نغطي عليها. شايفين يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله حاجه كده تفتح النفس كده. ده عندنا يا حبايب في قلب في مصر بنعمل الحاجات ديت. هي موجوده على طول في الافران بس الناس يعني بيعملوها في شم النسيم تتاكل مع الحاجات بقى البيض المسلوق والحاجات اللي هي ايه بتاعت شم النسيم بقى الفسيخ والحاجات دي. وبنعمل برضو الفطير مشلتت للحاجات دي برضو
كده يا حبايب قلبي 3 دقايق بنقوم الصينيتين دول. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، يعني البركة ما شاء الله. كمية 10/10، تبقى ماسكة بقى في الصينية. شايفين يا حبايب قلبي؟ بسم الله ما شاء الله. حطيت عليها برضو برمسيلا كده، خلت شكلها حلو قوي. دي اللي معمولة بالبيض يا حبايب قلبي، ده عملتها بصفار البيض، وديت بقى من غير ايه، من غير بيض. شايفين اللي بتبقى بيض بتبقى بتلمع كده وبتبقى ايه، طرية. ماشي يا حبايب قلبي، وكل سنه وانتم طيبين. ودي كان الروتين بتاعنا النهارده. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.